أكيد الفترة اللي فاتت سمعت كتير growth marketing. إيه الفرق ما بين الgrowth marketeer وما بين الماركتير؟ إيه الفرق ما بين الfunnels وما بين الgrowth loops والgrowth engines؟ فركز معايا في الفيديو ده عشان هنوضح إيه هو الgrowth marketing، وهنوضح الفرق ما بين كل المصطلحات اللي إحنا لسه قايلينها، وإزاي بنطبّق ده في شغلنا، وإزاي كمان بنستفاد من كل واحدة فيهم. يالّا بينا. طيب إيه الحاجات اللي إحنا هنتكلّم فيها مع بعض النهارده؟ أول حاجة هنتكلّم إيه هو الgrowth marketing، إيه هو الgrowth levers أو الmetrics اللي إحنا بنركّز عليها، ليه إحنا أصلًا محتاجين الgrowth marketing، إيه الفرق ما بين الgrowth marketing وما بين الmarketing أو الdigital marketeers بيركّزوا على الإيه، إزاي بننفّذ الgrowth marketing، وإيه هي الstages أو الgrowth engines، وفي الآخر خالص هنتكلم على tools بنستخدمها في رحلة العميل من بدايتها لنهايتها. طيب بكل بساطة إيه هو الgrowth marketing؟ هو عبارة عن ممارسات اختبارية بنختبر بيها بعض الاستراتيجيات وبعد كده بنحللها، وبعد ما بنحللها بتطلع بنتايج يا إما نجحت يا إما فشلت. اللي نجح بنكرره وبنشوف إزاي نطوره، واللي فشل بنتعلم منه. طب ليه إحنا بنعمل ده؟ بنعمل ده عشان نوصل لطريقة نقدر نسكيل بيها البيزنس، ونقدر إن إحنا ندفع النمو في البيزنس اللي إحنا شغالين فيه. طيب أكيد سمعت عن الفانتي ماتريكس. الفانتي ماتريكس دي ببساطة هي عبارة عن metrics أو مقاييس بتكون مضللة لمّا بنركّز معاها أو بنتابعها. ففي بعض الconcepts والmetrics اللي المفروض الgrowth team أو حتى الmarketing team يبقى مركّز عليها، وعلى فكرة هي مش خاصة بالgrowth team بس، لازم الشركة ككل تكون بتركّز على الmetrics دي. فواحدة من الحاجات اللي المفروض نركّز عليها هي الNorth Star metrics أو الNIST والأومتيم متريك والبايرت فانل أو بيسموها الA3 والR3 هنتكلم عليها كمان شوية، وهنتكلم على إيه هي الجود metrics والbad metrics، إيه هي الleading metrics والlagging metrics. فخلّينا نعرف مع بعض دلوقتي إيه كل واحدة فيهم وإيه فايدتها. طيب خلّينا نبدأ أول حاجة بالNorth Star metric. الNorth Star metric ده بيفيدنا بإيه؟ هو فايدته إنه بيخلّي الشركة كلّها وكل الteams اللي فيها مركّزة على goal واحد أو هدف واحد بس. وغالبًا بيكون هو long term goal، مش بيكون هدف بنوصل له عن طريق مدة قصيّرة. اللي بنركّز عليه في المدة القصيّرة هو metric تاني هنتكلّم عنّه دلوقتي، وغالبًا بيكون الهدف ده مثلًا مش زيادة الإيرادات، هو بيكون متابعة سلوك segment أو سلوك العُملا على المنصة عندي، اللي هو من خلاله لمّا أنا باحسّنه باوصل إن أنا أزوّد الإيرادات، تمام؟ فزي إيه مثلًا؟ مثلًا منصة زي Spotify أو منصة زي Netflix، أهم metric عندها مثلًا هو الuser بيقعد يسمع أغاني قد إيه، أو الuser بيقعد يتفرّج على فيلم قد إيه، أو بيتنقّل ما بين الفيديوهات أو بيستخدم كام دقيقة في اليوم أو في الأسبوع. كذلك Spotify الuser بيسمع كام دقيقة في الأسبوع أو في اليوم على حسب المدة اللي هم بيركّزوا عليها. فده مثلًا North Star metric ممكن يبقى للشركة. فكل المجهودات وكل الtasks اللي موجودة مع كل team لازم تكون بتركّز أو بتصُب في مصلحة الNorth Star metric ده. طيب لو جينا اتكلّمنا على الone metric that matters دي معناها إيه؟ ده معناه إن هو metric أنا باركّز عليه لمدة أسبوع أو شهر أو quarter. وعلى فكرة الmetric ده دايمًا بيكون بيتّبع تجارب. يعني أنا النهارده كشركة أو كteam باقول مثلًا أنا هاران التجربة دي، هاران الexperiment دي، تمام؟ فالexperiment دي بيبقى ليها goal معيّن وليكن الconversion rate إن أنا المفروض أزوّده من 30 ل50%، تمام؟ يبقى أنا كgrowth team أنا قاعد مركّز كل تركيزي طول الأسبوعين اللي جايين إن أنا أوصل من ال30 ل50% دُولة. طب خلّينا نقول مثال، ولنفرض مثلًا إن أنا عندي الNorth Star metric على الlong term إن أنا عايز أزوّد الweekly active user أو الweekly active، أنا مثلًا منصة تعليمية وعايز أزوّد الweekly active tutors مثلًا بنسبة 70% من 50 ل70%، كويس؟ طيب يبقى أنا أول experiment هارنّها الأسبوعين اللي جايين، مفروض تركيزي كُلّه على الconversion rate. فأنا هاقول مثلًا التجربة دي لو وصلت مثلًا إن أنا أزوّد
الweekly active user أو الweekly active tutors من 30 ل50%، فده معناه إن أنا مع الوقت هاقدر أوصل overall من 50 ل70%. فده metric بابقى مركّز عليه لمدة سنة أو ممكن نُص سنة، وال والقُمت metric ده باركّز عليه على حسب التجربة، مدى كُبْر التجربة أو طريقة تنفيذها. في تجارب بتحتاج مجهود من أكتر من team وبتحتاج وقت أكتر عشان نثبت إن التجربة دي كانت ناجحة. فهي دي فايدة الone metric that matters. طيب نيجي لأشهر funnel الناس كلّها بتتكلّم عنها، اللي هي الpirate funnel أو الA3 R3 اللي هنتكلّم عنها كمان شوية بالتفصيل ونقول أمثلة أكتر. بس هي إيه وظيفتها؟ أنا عندي رحلة عميل، رحلة العميل دي بتعدّي بمجموعة مراحل، تمام؟ فأنا عندي أول مرحلة ونهاية مرحلة. لو أنا حاصل عندي نهاية المرحلة الرقم بتاعها أنا مش راضي عنّه، وليكن مثلًا دخل لي في أول الfunnel 100 user واتنهت ب20 user وأنا ال20 دُولة مش كافيين بالنسبة لي، يبقى أنا في المراحل بتاعة العميل وقع عندي 80 user. عايز أعرف أنهي مرحلة كانت السبب في أكبر نسبة من ال80 user دُولة وقعوا منّي، فهي دي فايدتها. يعني هي دي اللي بتوضّح لي مشاكل رحلة العميل عندي فين. رابع حاجة عندنا الgood metrics. الgood metrics دي مفيدة في إيه؟ هي مفيدة إن بتقدر تعرّفني هل أنا ماشي صح والّا غلط. بمعنى لو أنا جيت مثلًا حطّيت من الgood metric إن أنا هاقيس الactivation rate. الactivation rate دي على أي منصة بيبيّن لي قد إيه قوة الproduct بتاعي. بمعنى أنا النهارده عندي user اشترى منّي باقة، تمام؟ في ناس بتشتري الباقة وتسيب الproduct. معناها إيه؟ معناها إن أنا وعدته وعد أو اشترى في وقت أنا كنت عامل sale حفّزه إن هو يشتري، بس بعد ما جرّب الproduct مثلًا ليوم أو يومين مش بيتردد يوميًا على المنصة بتاعتي أو المنتج بتاعي. فمعنى كده إن هو يا إما ما وصلّوش الvalue بشكل كويس، فما عرفتش أعمل له onboarding كويس، أو المنتج ما طلعش بيساوي التوقعات اللي هو كان حاططها، تمام؟ فده كده الgood metric. طيب الbad metric. الbad metric اللي هو مثلًا لو أنا عندي application، الapplication ده بييجي عليه installs كتيرة، فمش معنى إن أنا بييجي لي installs إن الناس بتستخدم الapplication. فإن أنا أركّز بس على عدد الناس اللي بيعملوا تحميلات للapplication، ده كده metric أو مقياس مُضلِّل أو مش مُضلِّل، ما ينفعش أركّز عليه. لازم أجيب جنبه هم الناس اللي بيعملوا تحميلات للapplication كام نسبة منهم بتستخدم المنتج. فلو النسبة كانت عالية فأقدر هنا أقول والله الinstalls دي كده كويسة أو الproduct ده كويس. فأنا ما ينفعش إن أنا أقيس إذا كان المنتج بتاعي كويس والّا لأ من خلال عدد الinstalls. لازم أحُط جنبه الactivation rate زي ما قُلنا في الgood metric إن كل ما الactivation rate بيعلى فده معناه إن الuser حابب المنتج. فده كده good metric مقياس كويس إن أنا أقيسه، لإنه بيوضّح لي قوة المنتج وكمان سلوك العميل بتاعي على المنصة أو على الapplication. طيب إيه هي الleading metrics؟ الleading metrics دي عاملة زي لمّا أنت تكون إيه، بتطلّع campaign حلو؟ والcampaign دي مثلًا هتاخد وقت عشان تserve وتبتدي تجيب لك نتايج، مثلًا في الe-commerce مثلًا والّا حاجة. فأنت عندك مثلًا في الaccount والindustry اللي أنت شغّال عليها والproduct اللي أنت شغّال عليه، بيقول والله إن أنت بتجيب تكلفة الadd to cart مثلًا ب40 جنيه، حلو؟ طيب نفرض إن أنت طلّعت campaign وفي أول مثلًا 12 ساعة كانت جايبة لك الadd to cart ب200 جنيه، تمام؟ هل أنت هنا محتاج الcampaign تستناها لحد مثلًا
ما تجيب purchase عشان تبتدي تشوف إذا كان الcampaign دي هتنجح معاك والّا لأ، لأ، أنت عندك مؤشرات بتبُص عليها بدري شوية في رحلة العميل، بتعرّفك إذا كان الcampaign دي احتمال ييجي منها نتايج إيجابية والّا لأ. فأنت عندك مؤشرات بتكون موجودة في رحلة العميل قبل الaction الأخير اللي أنت مستني الuser إن هو يعمله، وليكن يشتري منتج. فلنفرض مثلًا أنا عندي آآ الcost per content view مثلًا 5 جنيه ولقيته مثلًا 25 جنيه، فمعناها كده إن الcampaign دي ضربت منّي أو مش هتجيب لي النتايج اللي أنا عايزها. كذلك لو أنا عندي مثلًا الadd to cart مثلًا في الaccount 20 جنيه، مرّة واحدة لقيت الadd to cart بقى ب80 جنيه، ب100 جنيه، فتوقّع إن الpurchase هييجي برقم أضعاف اللي كان بييجي لك في الوقت العادي، فتقدر تتوقّع إن الcampaign دي مش هتبقى ناجحة، فتبتدي تشوف إيه المشكلة بتاعتها أو تبتدي توقّفها عشان ما تخسرش البادجت بتاعتها لحد ما تحل مشكلتها وتrelaunch الcampaign من الأول. فهي دي فايدة الleading metrics. طيب عندنا آخر حاجة وهي الlagging metrics. الlagging metrics دي دورها إيه؟ خلّينا نقول لو أنا اعتبرت الmetric اللي هاركّز عليه هو الmonthly revenue اللي هو الإيرادات الشهرية. معنى إن هي إيرادات شهرية يبقى أنا مش هاقدر أقيسها بعد أسبوع أو أسبوعين، فهي أول حاجة بتاخد وقت. طيب بيستخدم الmetric ده في إيه؟ فايدته إن هو بيقيّم الfunnel اللي أنت رسمتها دي، المخرجات بتاعتها عاملة إزاي. فاقدر أقول مثلًا والله أنا الfunnel اللي أنا اشتغلت عليها دي المخرجات بتاعتها كانت 100,000 جنيه، وأنا كنت متارجت 80,000 جنيه، يبقى خلاص الfunnel بتاعتي ماشية تمام، وأنا قدرت أحسّن الإيرادات بتاعتي. طيب نفرض إن أنا كنت مثلًا متارجت 80,000 جنيه وجالي 30,000 جنيه، فالmetric ده التعديل فيه بياخد وقت، زي ما قُلت هتستنى الشهر كامل تشوف مخرجاته عاملة إزاي، وتشوف هل الtarget اللي أنت حطيته ده قدرت توصل له والّا لأ. فعشان تعدّل في الfunnel هتعدّل فيه وتستنى الشهر اللي بعده عشان تقيس الmetric ده تاني وتشوفه هل هو اتأثّر بالإيجاب أو بالسلب. طيب خلّينا نعرّف كل الstages اللي موجودة في الfunnel دي. فأول حاجة عندي الawareness ده خلّينا نقول إن الuser شاف إعلان، تمام؟ فهو كده بقى aware دلوقتي بالproduct أو الservice اللي أنا باقدّمها. طيب الacquisition هو باقيس من خلالها كام واحد اتفاعل أو خَد الأكشن الأولي في رحلة العميل، مثلًا راح على الwebsite نزل على صفحة الproduct اللي أنا كنت باعمل لها إعلان، فده خلاص كده الجزء الacquisition. طيب الactivation إن هو مثلًا اتفاعل مع الwebsite أو الproduct، مثلًا شاف demo أو عمل add to cart للمنتج، فده كده تفاعل عمل activation. طيب الretention زار المنتج بتاعي أو زار صفحة المنتج أو المنصة بتاعتي كام مرّة، فده كده في retention. والretention بيبقى فيه أكتر من طريقة، في مثلًا مثلًا بيقيسوها مثلًا في الSaaS products هو الretention rate ممكن مثلًا biweekly أو مثلًا daily أو weekly ماشي، أو ممكن مثلًا الretention هنا يتحسب هو اشترى الproduct أو اشترى السيرفيس دي مرّة كمان إمتى بعد الشرا لأول مرّة. الreseller آمم هو اتكلّم عن المنتج بتاعي أو الخدمة مع الcommunity بتاعته والّا لأ، فدي بنقيسها برضه بنشوف هل الuser بعد ما بيشتغل أو بيستخدم المنتج بتاعي بيروح يكلّم أقاربه أو الناس اللي حواليه والّا لأ. الrevenue هل الناس دُولة دفعوا أو الusers دفعوا مقابل الخدمة دي، وهل ده سمّع في الrevenue والّا لأ. فهي دي المراحل اللي بيعدّي عليها الuser في الfunnel دي. طيب بعد كده هو إيه الفرق ما بين الmarketing أو الماركتير وما بين الgrowth marketeer؟ زي ما قُلنا الماركتير بيركّز على إن هو يbuild awareness عن الservice أو الproduct، فبيrun campaigns بيركّز على الmessages والangles، يودّي الuser على الwebsite، الuser ده بقى ممكن تبقى lead generation، فهو مركّز دايمًا على حتّة acquisition أنا جِبت كام lead،
أنا كام حد اشترى المنتج بتاعي، لكن بقية الfunnel مش بيركّز عليها. طيب خلّينا نطبّق ال الfunnel دي على مثلًا business model زي الe-commerce. فهنلاقي مثلًا في جزء الawareness إن الuser شاف إعلان، بعد كده راح الwebsite في مرحلة الacquisition، في مرحلة الactivation عمل add to cart للمنتج، بعد كده في مرحلة الrevenue اشترى المنتج، في مرحلة الreferral بدأ يشيّر الexperience بتاعته و المنتج أو الخدمة اللي هو اشتراها مع الناس اللي حواليه، بحيث إن هُم يشتروا زي ما هو اشترى، وبعد كده الretention إن هو مثلًا بعد ما استخدم المنتج ده لفترة معيّنة، لقى نَفْسه إن المنتج ده كان بيساوي التوقعات أو أكتر من التوقعات اللي هو كان حاططها، فاتبسط فبيرجع يشتري تاني الخدمة أو المنتج. فده تطبيق الfunnel على الe-commerce. طيب لو جينا مثلًا نطبّق الfunnel دي على business model زي الSaaS، فهنلاقي مثلًا إن الuser شاف lead magnet، وبعد كده حَط الإيميل بتاعه في مرحلة الacquisition، وبعد كده في مرحلة الactivation راح يفتح الإيميل ويبتدي يقرا اللي كان موجود في الإيميل اللي اتبعت له، وبعد كده اشترى مثلًا آمم small package واشترى منتج، بعد كده في الretention بعد ما اشترى الsubscription الصغيّرة خالص، بعد كده جرّب المنتج واتطمن له، فراح اشترى subscription أعلى، المدة ممكن مثلًا تبقى بتاعتها أطول، مثلًا ممكن الsubscription اللي في الأولى اللي هو استخدمها كانت مثلًا paid trial مثلًا، ساعات بيعملوها مثلًا for $1، وبعد كده مثلًا لمّا أنت تجرّب المنتج لفترة معيّنة وتتبسط، تروح جايب ده بقى اللي بيحصل في الretention، تروح جاي مثلًا مشتري subscription لمدة شهر أو لمدة 3 شهور، حسب طريقة التسعير اللي بيتّبعها الSaaS product. وبعد كده إن بتحصل في مرحلة الreferral إن أنت بعد ما بتكون جرّبت المنتج لفترة معيّنة واتبسطت منّه، بتبتدي برضه تكلّم الناس اللي حواليك اللي ممكن يكونوا مهتمين بالservice دي أو الproduct ده. تكميلًا إحنا ليه محتاجين الgrowth marketing؟ في حاجة كده اسمها خلطة الhockey stick growth. فايدتها إيه؟ فايدتها إن هي بتخلّينا نركّز على الscalability. الscalability هنا مش معناها إن أنا هاسcale بأي تَمَن، لأ، أنا هاسcale من غير ما الmetrics بتاعتي تضرب منّي، أو إن أنا ما أعرفش أوصل للtargets أو إن أنا أوصل للربحية وأنا بscale. تاني حاجة بتخلّيني إن أنا كل القرارات بتاعتي تبقى مبنية على data، مش مبنية على أنا حاسس إن كذا، أنا حاسس إن كذا. دايمًا بتبقى مبنية على experiments دايمًا بترنّها خلال الquarter أو خلال السنة بشكل عام. بتركّز على حتّة الpersonalization. مش مش هي الservice بتاعتي هابيعها بشكل معيّن لكل الsegment بتاعتي، لأ، أنا باقدر أتكلّم مع كل segment على حِدة. وآخر حاجة مش بتركّز على حتّة الoptimizations زي ما الmarketers بيركّزوا على حتّة هو أنا إزاي أحسّن الconversion rate من 1 to 2%. لأ، الpivots هنا إن أنا أعمل شقلبة للأرقام بتاعتي، إن أنا مثلًا بدل ما كان الconversion rate بتاعي مثلًا 10% خلّيته 50%. حاجات بتشقلب حال ال حاجات بتشقلب حال الbusiness. وهنا دايمًا المصطلح بتاع الgrowth hacking بيلعب على حتّة الpivots دي، إن أنا استخدمت hack معيّنة شقلبت حال الbusiness، مع إن أنا الmetric ده أو أصلًا المصطلح ده أنا مش باحبه. أنا دايمًا شايف إن أي شركة قدرت إن هي تscale بشكل كبير جدًا مع ربحية، فده كان مبني بناءً على system أو growth model اتبنى بشكل صح، وفي experiments بتترن بشكل مضبوط، هي اللي وصّلت إن الناس دي توصل لنتايج غير مألوفة. طيب لو أنت فهمت الhook stick
growth والرسمة دي بالتحديد ولو أنت شغال في startup مثلًا في السنة الأولى ليها، أو أنت أصلًا founder مثلًا ل لشركة، الرسمة دي لو فهمتها مش هتسبب لك أي إحباط على الأقل في أول سنتين 3. إيه اللي بيحصل؟ زي ما قُلنا الNorth Star metric ده هو حاجة long term، فمثلًا ممكن مثلًا شركة تقول أنا هاوصل ل1.000.000 عميل بعد 3 سنين، فدي حاجة هتتقسّم على كل quarter. حلو؟ طيب الtime بتاعها كبير، فدايمًا الشركات في أول سنة وتاني سنة وتالت سنة بتبقى في المرحلة دي، في بداية الhockey stick، الحتّة دي بالضبط. أول 3 سنين أو أول سنتين بتبقى في الحتّة دي، دايمًا experiments وبتفشل، ناس بتمشي وناس بتيجي، الشركة بتعطل في التمويل، حاجات كتير أوي بتحصل، بس بييجي لحظة معيّنة اللي هي the magic happens here، في بداية المرحلة هنا بتبتدي توصل للNorth Star metric. شايف؟ كل ما الوقت كل ما الوقت بيعدّي، كل ما أنت بتوصل للNorth Star metric اللي أنت كنت حاططها، فلازم تبقى عارف إن بدايتها بتاخد وقت شوية، والcurve بيقعد يُقع، 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 لحد ما بعد كده بتحصل لحظة الانطلاقة. فعشان كده لو فهمت الرسمة دي، مش هيحصل لك إحباط في الفترة دي، وتعرف إن دي فترة منطقية جدًا بتعدّي بيها أي startup. طيب أنا مش هاقول لك إن دي ممكن تبقى من أهم الحاجات اللي لازم تكون بتطبّق في شركتك لو أنت founder، لازم الteam بتاعك لو أنت head of growth لازم تتأكد إن في experiments بتتrun شهريًا في الteam بتاعك، لإنّك مش هتوصل لنتايج خالص. بمعنى فكرة إن أنا أعتمد على فكرة الoptimization، ما الoptimization ده أصلًا بيحصل على مدار اليوم، بس في نفس الوقت أنا ما ينفعش كل quarter أعمل اللي باعرف أعمله وأتوقع إن أنا الquarter اللي جاي هاعمل أحسن من الquarter اللي قبله. هتعمل أحسن، بس هتعمل أحسن بنسبة إيه؟ 10%، 15%، اللي هم دايمًا نسب الoptimizations أو مردود الoptimizations اللي إحنا بنعملها. في learning بيحصل خلال الquarter اللي فات، فبنتعلم من أخطائنا، فبنتفاداها في الquarter اللي بعده، فعشان كده نتايجنا بتتحسن ما بين 10 ل20%. لكن لو أنا عايز أعمل تأثير كبير على الbusiness وأوصل للpivots اللي إحنا قُلنا عليها، مش هتوصل لها غير بsystem كامل واضح الteam بتاعك كله فاهم، وعندك documentation بتdocument فيها كل الexperiments اللي بتحصل منها، والteam بتاعك لازم يكون بيتعلم من اللي فشل واللي نجح. ومن أشهر الframeworks هي الICE framework، هنشرحه دلوقتي ونقول الconcept بتاعه مبني على أساس إيه، بس خلّيني أقول لك أنا ليه مش باميل للframework ده، لإن أنا باعتبر إن الICE framework ده حلو بعد ما تrun أول تجربة في التجربة اللي أنت بتجرّبها. بمعنى لو جينا بصّينا مثلًا إن في حد هو هنا مثلًا الexperiment دي بتترن على جزء الawareness، أنا عايز أعرّف الناس بالمنتج أو بالservice اللي أنا باقدّمها، فهنا عندي مثلًا وليكن روبرت وسارة وجاسون، دول 3 مثلًا في الgrowth team. فأول حد اللي هو روبرت قال أنا والله شايف إن إحنا نستخدم الفيسبوك عشان الناس تعرف المنتج أو الخدمة. سارة قالت لأ، إحنا هنحط المنتج بتاعنا على product hunt مثلًا، وهنبتدي إن إحنا نعتمد على الأورجانيك واللي بيحصل من خلال الأورجانيك traffic اللي بيحصل من خلال المنصة. حد تاني قال هنستخدم الtech PR. هنا بقى النقطة اللي أنا كنت باتكلم فيها، إن كل حد منهم حَط إن التأثير أو الimpact هو دايمًا الframework ده مبني على من 1 ل10، فكُلّه حَط 10 من 10. تمام؟ بنيجي نتكلّم مع بعض في حتّة الconfidence ده اللي هو الC، الI اللي هو الimpact، والconfidence اللي هو الC، والAce اللي هو الE. تمام؟
طيب الconfidence هنا أنت واثق بنسبة قد إيه إن الفكرة بتاعتك دي هي اللي هتنجح. فمثلًا أول حد حَط 7/10، سارة حطِّت 5/10، جاسون حَط 4/10. طيب بنوصل للconfidence ده من إيه؟ أنا مثلًا باقول والله أنا شايف إن الفيسبوك هيبقى 7/10، ييجي حد معايا في الteam يقول لي لأ، ويقول لي لأ ليه، فبعد كده بنvote مع بعض ونبتدي نقرر ده ممكن يبقى 7، ده ممكن يبقى 5، ده ممكن يبقى 4. بعد كده بنبُص على حتّة القيس دي بتقول إن والله أنا عشان أجرّب التجربة دي، فأنا محتاج الموارد والوقت الفُلاني. بمعنى يعني مثلًا لو أنا عايز أعمل تجربة والتجربة دي محتاجة مجهود كبير من الtech team عشان يعدّل لي حاجة مثلًا في الwebsite أو في الflow اللي بيمشي فيها العميل، فالحاجة دي ممكن الtech team يشتغل عليها مثلًا لمدة شهرين، فهنا وقت كبير، مجهود كبير. بس لو في تجربة تانية أو في فكرة تانية هتاخد منّي مثلًا مجهود أسبوع، وهتاخد وقت أسبوع، خلاص فهتاخد رقم أعلى. فمثلًا هنا الفيسبوك هو عبارة عن إيه، ليه أخد 8/10؟ لإن أنا هاحضّر الcreative اللي هاطلع بيه، وهاضيف الcredit card وهارَنّ الcampaign على الwebsite أو الlanding page وخلاص، فهي أخدت هنا في سهولتها 8/10. لكن حاجة زي product hunt مثلًا لازم أبقى باتّبع الpolicies بتاعتهم وتيجي لي موافقة، وفي شوية requirements لازم ألبّيها عشان المنتج بتاعي يتقبل على product hunt، فعشان كده أخدت درجة أقل في السهولة. فبعد كده بنجمّع كل row، بنجمّع الimpact والconfidence والAce للidea بتاعة كل شخص، والرقم الأعلى من يعني الرقم اللي بيقرّب من رقم 10 زي مثلًا أول فكرة اللي هي الفيسبوك كانت واخدة 38 8.30 اللي تحتها 6.60 وهكذا. فخلاص بنقول والله إحنا هنبدأ بالفيسبوك، لإن هي دي اللي خدت أو اللي مجموعها كان مقرّب من ال10. فدي الطريقة اللي الناس بتحكم بيها على أنت المفروض بتبني backlog. الbacklog ده بيكون عندك sheet كده بيكون بتجمّع فيها كل الأفكار من الteam بتاعك ومن بقية الteams، وبتبتدي تحسب الطريقة دي بتطبّقها على كل الأفكار اللي جات لك عشان تقول ترتّب دي ليها أولوية، دي ما لهاش الأولوية وهكذا. طيب زي ما قُلنا الناس دايمًا بتقارن ما بين الfunnel والgrowth engines. لازم تبقى عارف إن إحنا محتاجين دي ومحتاجين دي. ليه؟ زي ما قُلنا الfunnel بتعرّفني المشاكل أو الdrop offs بتحصل في أنهي مرحلة من مرحلة العميل، فباحتاج إن أنا أصلّحها، دي مش هاقدر أعرفها من الgrowth engines. لكن الgrowth engines دي يعني عندي زي محركات النمو، لازم تكون عندي محركات عشان أقدر أدفع النمو في اتجاه معيّن، تمام؟ طيب، فنيجي مثلًا لو هنطبّق growth engine خاص بBreadfast، دي شركة في مصر موجودة في الخليج. فلو جينا قُلنا إن هي عايزة تبني محرِّك نمو مبني على المحتوى، بس بيتارجت الناس اللي بيركّزوا على الأكل الصحّي. ففي مرحلة زي مرحلة الacquisition الاستحواذ، إيه الاستراتيجي بتاعتها أو الأكشن؟ هتقول لك مثلًا أنا هابني عندي blog، الblog ده هيكون خاص بالناس اللي بتركّز على الوجبات الصحية. طب هننشر إيه في المحتوى ده؟ هننشر مثلًا مكونات وجبات مثلًا تخلّي الأكل مثلًا طعمه حلو وفي نفس الوقت صحّي، مثلًا tips خاصة بالتغذية، أفكار خاصة بوجبات الفطار. طيب هنا إيه الkey metric اللي أنا هاركّز عليه أو إيه المقياس اللي أنا هاركّز عليه في مرحلة الاستحواذ؟ هاشوف أنا الcontent اللي أنا باشيّره عن طريق الblogs ده بيجيب لي traffic قد إيه، تمام؟ طيب هو الgoal هنا إيه؟ الgoal هنا إن أنا أقول له إن breadfast هي واحدة من الحلول اللي قصادك لو أنت بتsearch على أفكار تخلّيك إن أنت تخلّيك تاكل أكل صحّي
من غير ما تبقى متضايق من طعم الأكل، تمام؟ فهو ده الهدف بتاع المرحلة دي. طيب في مرحلة الactivation أنا عايزه يتفاعل مع المنصة بتاعتي، فممكن مثلًا أحُط له مثلًا مثلًا lead magnet فيها ebook. الebook دي عبارة عن باشرح له فيها مثلًا plan، كاتب له فيها plan ل7 أيام تخلّيه إن هو يفطر مثلًا فطار صحّي، تمام؟ بس محتاج إن هو يسيب الإيميل بتاعه. فأنا هنا المقياس بتاعي إيه؟ المقياس أشوف كام حد أنا ورّيت له الlead magnet ده وسجّل وادّى لي الإيميل بتاعه، تمام؟ طيب الهدف هنا في مرحلة الactivation ده إيه؟ إن أنا أبتدي أدخّل الuser في funnel أو مجموعة إيميلات هتبتدي إنه هي تخلّيه يبقى متفاعل أكتر مع المنصة، يتعرّف أكتر، ياخد value أعلى. فأنا هنا الgoal بتاعي إن أنا أbuild relationship ما بيني وما بين العُملا بتوعي. طيب في مرحلة الretention زي ما قُلنا هو مش إيميل واحد، أنا بعتّ له مثلًا 7 آآ 7 وجبات فطار صحية. طب ما في غدا، طب في 7 أيام جايين، فاقدر إن أنا أبتدي أبعت له إيميلات تانية لل7 أيام اللي بعدهم، أو أكلمه عن العشا أو عن الغدا أو على الsnacks اللي المفروض ياكلها ما بين الوجبات، بحيث ما تضربلوش النظام الصحي بتاعه. فهنا retention. طيب أبتدي أشوف الإيميل open rate، كام حد بيفتح الإيميلات دي من بعد الإيميل الأولاني، وأشوف الclick through rate يعني كام حد بيضغط على ال مثلًا لو أنا حاطط lead magnet أو حاطط حتى حاجة الuser المفروض إن هو يحمّلها أو حتى يفتح الإيميل، فبابتدي إن أنا أشوف الmetric ده. والجول هنا زي ما قُلنا إن إحنا نزوّد التفاعل بتاع الuser بحيث إن هو يرجع تاني في الوقت اللي هو زي ما بيسموه كده الAha moment، اللي هو الوقت اللي بيحس breakfast ده هم دول اللي هيخلّوني ما اتخنش واحافظ على صحّتي و ومن غير ما آكل أكل طعمه وِحِش. فأنت بتبتدي تقعد تخلّي الuser يقعد يتفاعل معاك لحد ما يوصل للمرحلة دي. وبعد كده مرحلة الreferral إن هو يبتدي يشيّر النظام الصحّي اللي هو أخده أو تجربته مع العُملا، سواء عن طريق إن أنت تطلب منّه ده، فتقول له مثلًا شيّر التجربة بتاعتك على السوشيال ميديا تحت الهاشتاج ده، فالهاشتاج ده يبتدي إن هو يتعرف، فالناس تبتدي تشوف لمّا تدخل على الهاشتاج ده تبتدي تشوف تجارب الناس مع المنصة دي. فالمقياس هنا هنشوف الshares كانت نسبتها قد إيه، الناس استخدموا الهاشتاج ده قد إيه. طب ده ليه بنعمله؟ عشان المنصة ليها goal في الآخر تشوف كام حد من الcustomers دُولة أو الuser دُولة بقوا آآ هيبتدوا إن هُم يبقوا عاملين زي الads كده، هتبقى tool عندهم بتعمل awareness عن الservice أو الproduct اللي هُم بيقدموه. وفي الآخر خالص بنشوف الrevenue، بنبتدي الناس اللي هُم كانوا cold بي كانوا بيسيرشوا عن أفكار لسه ما يعرفوش إن breakfast بيقدّموا حلول للحاجة اللي هم بيسيرشوا عليها دي، فكان بيدوّر على أفكار لأكل صحّي بعد ما دخل في الfunnel وبعد كده بقى جاهز إن هو يشتري وحَس بالvalue اللي بتقدّمها breakfast، فاقدر إن أنا أعرض عليه offer limited time offer أو product bundle من خلال بلوج أو إيميل أو السوشيال أو حتى الواتساب أيًا كان الtool اللي أنا هاستخدمها عشان أتواصل بيها مع العميل بتاعي. فأنا هاشوف الsales اللي حصلت من المقياس بتاعي يعني هاشوف إيه الsales اللي حصلت من خلال الcampaigns دي. وهنا بنبقى وصلنا لآخر مرحلة إن أنا أشوف كام حد اتحوّل من التفاعل اللي حصل أو من الengage audience كام حد منهم دفع. دي آخر مرحلة في أو ده الgoal بتاع الstage الخاص بالإيرادات أو الrevenue. فدي ممكن تبقى growth engine من الgrowth engines
اللي تبقى عن الgrowth team في شركة زي مثلًا breadfast. طيب نشوف مثال تاني، شركة زي مثلًا iSchool. iSchool مركّزة على كورسات البرمجة والذكاء الاصطناعي لعُمر محدد تقريبًا من 5 ل6 سنين لحد 16 سنة تقريبًا، عندهم منهج خاص بيهم يعني وهُم مركّزين في الجزئية دي. فلو جينا قُلنا مثلًا إن أنا عايز أبني آآ referral وcontent growth engine. الgrowth engine ده يكون بيحفّز الناس اللي بياخدوا من عندي الservice أو اشتركوا، بدل ما أنا بادفع فلوس عشان أجيب طالب أو أسرة، لأ هم ذات نفسهم يروحوا يرشّحوني عن الناس اللي حواليهم، فيبقى الuser بيجيب user أو الstudent بيجيب student أو الأسرة بتجيب أسرة. إمم. فلو قُلنا مثلًا واحدة من الstrategies اللي ممكن يستخدموها في مرحلة الacquisition إن هم مثلًا يرنّوا ads على السوشيال ميديا أو يبتدوا يعلنوا عن الخدمة بتاعتهم أو المنصة بتاعتهم في communities معيّنة سواء online أو offline ويبتدوا إن هم يحكوا عن الsuccess stories اللي حصلت لطلابهم في المنصة. فهابتدي هنا أشوف الkey metric هنا في مرحلة الacquisition هو الnumber of visitors سواء للapplication أو الwebsite والgoal هنا إن أنا عايز acquire new parents أو students إن أنا عايز أستحوذ على ولي أمر جديد أو طالب جديد. في مرحلة الactivation إن أنا مثلًا ممكن أقول له أنا هادّي لك free trial session تجرّب الخدمة بتاعتنا، بحيث إن أنا أخلّيه يحتَك بالservice اللي أنا باقدّمها ويجرّبها طالما أنا واثق من الproduct بتاعي. طيب ونيجي هنا لمرحلة الactivation. في مرحلة الactivation أنا بابقى كل هَمّي إن أنا عايز الuser يجرّب الخدمة بتاعتي. فأنا عشان أخلّي الوقت يبقى قليل، لازم أخلّي يبقى الالتزام بسيط. طَب عشان أخلّي الالتزام بسيط لو أنا واثق من المنتج بتاعي، فممكن أقدّم للأسرة إن أنا أقول له أنا هادّي لك حصة مجانية تستخدم فيها الservice بتاعتي من غير أي التزامات، من غير ما تحُط الcredit card بتاعتك، من غير ما تدفع ولا جنيه، تمام؟ وبعد ما تجرّب لو اتبسطت بتروح تشتري. فهنا المقياس بتاعي إن أنا أشوف كام حد أنا عرضت عليه الfree trial session وأخد الحصة التجريبية دي، تمام؟ وهنا الgoal بتاعي إن أنا أسهّل زي ما قُلنا العملية في اتخاذ القرار. أنا عندي ناس مهتمين بالمجال ده بس خايفين، فعشان أقلل الخوف ده، فأنا خلّيت لهم الالتزام صفر. طيب في مرحلة الretention ممكن إن أنا آمم أقدّم مثلًا برامج فيها جوايز، بتقدّم certificates مثلًا، والهدف هنا أو المقياس اللي أنا هاركّز عليه هو الmonthly active learners. يعني مثلًا أنا عندي 1000 حد 100 خلّينا نبسّطها، عندي 200 طالب اشترك الشهر ده، أخدت منهم فلوس. مش معنى إن أنا أخدت منهم فلوس يبقى أنا كده خلاص مهمتي انتهت، لازم أتأكد وأشوف ال100 دُولة وليكن عندي الباقة عبارة عن 4 حصص خلال الشهر، لازم أتأكد إن الstudents اللي عندي حضروا ال4 حصص، لإن ده بيوضّح لي قد إيه المنتج أو الشرح أو الخدمة اللي بتقدّمها المنصة مفيدة فعلًا. في نفس الوقت الهدف إن إحنا نخلّي دايمًا الطلاب بيحصلوا على قيمة عشان يخلّصوا الstage ده أو المنهج أو جزء من المنهج ده، وإن نخلّيهم دايمًا متفاعلين ويبقوا متحمسين. الreferral إن أنا أخلّي الstudents يكلّموا الstudents اللي حواليهم أو صحابهم، وبرضه يدّوا لهم free session وممكن حتى كمان إن أنا أقول له أي حد من طرفك هياخد الfree session دي وهياخد subscription بعد كده، هارجّع لك مثلًا cashback بنسبة قد كذا، أو هادّي لك مثلًا حصتين مجانيين، أو أيًا كان بتدوّر على منفعة متبادلة. أنت هترشّحني لحد، الحد ده هيسجّل، أنت هتكسب وصاحبك كمان هيكسب، هياخد مثلًا خصم معيّن.
هنا الmetric بتاعي زي ما قُلنا أنا عندي 100 شخص اشترك، عايز أشوف كام حد من ال100 دُولة رشّحني للناس اللي حواليه. والgoal هنا أو الهدف إن أنا أشجّع الناس إن هم يجيبوا عُملا تاني جداد عن طريقهم هم. وآخر مرحلة اللي هي الrevenue في الgrowth engine ده، إن أنا أبتدي إن أنا أحصّل فلوس الsubscription دي من خلال مثلًا advanced courses، حاجات ممكن تبقى subscription مدتها أعلى، ممكن يبقى الطالب مثلًا في حاجات ممكن تبقى related ببعض، يعني مثلًا خلّص مثلًا كورس الPython في البرمجة، يقدر يخش على كورس تاني فاعمل له upselling، فيدخل مثلًا على كورس تاني بيتكلم عن الAI، والAI لازم يكون الطالب عارف لغة الPython، فممكن حاجة زي كده، ممكن أدخّله مثلًا في مسابقة عالمية. فهنا المقياس بتاعي إن أنا أشوف الrevenue اللي أنا قدرت أحصّله آآ آآ بشكل شهري. وآخر حاجة الgoal للمرحلة دي أو الstage دي اللي هي مرحلة الإيرادات، إن أنا بيبقى الهدف بتاعي إن أنا أعظّم أرباحي من نفس الuser، أخد كورس عندي أخلّيه ياخد كورس تاني، أخد subscription بمدة قليلة أو بمدة معيّنة، أخلّيه إن هو ياخد subscription مدتها أعلى، أدخّله في program أكبر، في أكتر من لغة، في أكتر من برنامج وهكذا، عشان أعزّز الأرباح، آمم، أو زي ما بيقولوا أزوّد الlifetime value للuser عندي. فده كان growth engine من الgrowth engines اللي ممكن آمم، منصة زي iSchool تشتغل عليها. وكده نبقى إحنا غطينا كل حاجة. لو حد عايز يفهم في الأول إيه هو الgrowth marketing، بيفرق إيه عن الmarketing، بنطبّقه إزاي، إيه الفرق ما بين الfunnel والgrowth engines، إيه فايدة كل واحدة فيهم. آآ فأعتقد إحنا كده لمّينا كل حاجة. طيب وفي الآخر بعد ما أي حد هيشوف الsession دي، أتوقع هيبقى قادر إن هو ياخد قرار إذا كان يتعمّق أكتر في الgrowth marketing والّا لأ، هل الgrowth marketing مهم لشركتي، مهم للteam بتاعي، مهم إن يبقى دي skill عندي من ضمن الskills ولازم أبقى فاهمها وباطبّقها والّا لأ، من قبل ما تاخد القرار بتاعك يعني. فالsession دي كانت غرضها كلّها إن هي توضّح لك المفاهيم، المصطلحات، تعرّفك الفروقات، تعرّفك إيه فكرة الgrowth marketing وأهميتها. آمم برضه أنا مش باحب إن أنا أسأل دايمًا أي حد بيتفرّج على محتوى، يا ريت ما تنساش تعمل like وcomment وكده، باخلّي الuser هو اللي يبقى أو المستمع شاف إن هو استفادة، فدي هو بيعملها بشكل غير تلقائي منّه. بس اللي أنا دايمًا هابقى باحفّزك إن أنت تعمله، إن كل واحد حواليه community معيّن، الcommunity ده أنا بابقى عارف اهتمامات صحابي عاملين إزاي، فلو أنت عارف إن في حد ممكن يبقى من ضمن اهتماماته إن هو يحب يعرف عن الgrowth marketing، فالأفضل إن أنت تشيّر له معاه المحتوى ده بحيث إن أنت تفيد غيرك.